لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 424 لوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی خوای گەورە و هیوادارم ئەوەی ئازیز سوودی لێ وەربگرن. بەڕێزان هەر لە خزمەت ئاەتی سێیەم لە سوورەتی ئەلمائیدە کە لە دوو وانەی ڕابردووش لە خزمەتی دابوون کە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باس لەو حیوانانە دەکات کە لێمان حەرام کرایە. یەکەمیان ئەلمەیتە حورمەت عەلەیکم المەیتە وەکو باسمان کردووە حیوانی مردار بووە والدەم و هەروە ئەو خینەی کە لە بەری دەڕوە ولحم الخنزير وهروها گۆشتی بەراز وما أهل لغير الله به و ئەو حیوانەی کەوا لە کاتی سەربڕین ناوی غەیری ئەڵڵای لەسەر هێندرایە وەکو باسمان کرد لەوانەی ڕابردوو زانایان باز لەوەش دەکەن وەکو لە حەدیث پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەو حیوانەی کە لە بە فەخر و شانازی سەردەبەڕێ ئەویشیان بەگەر ئەوەی خستیە و لۆیە پێیان فەرموویەتی مەیخۆن والمنخنقة و ئەو حیوانەی کەوا خنکایە والموقوذة أو حيواني بليداني تند مردية أيشان حرامة ولباش والمتردية أو حيواني كوا كوتي تخواري ياخذ لشاخي هل ديرها أيشان بهمان شوا حرامة هي الساقطة من جبل أو في بئر فتموت لشاخ هل ديرها كوتي تناوبيرك مردية عيني بهمان شوا أيشان حرامة. والتردي السقوط فهي مهوات كواتا متردية لتردي هاتي واتكوت نخواره. وهذه الثلاثة في معنى الميتة فإنها ماتت ولم يسل دمها أو سيا منخنقة وهروها موقوذة والمتردية أو حيوان كوا خنكا أو كوا بليدان وردية أو كوا كوتية وهل ديرا هر سيشان حكمي ميتان هي لبروي سرنب الراينو خينيان لبر نرويشتيا ولا باشا بدفهم والنطيحة وهو زورش ترلواني كوا خواي جور حرام كده لمن والنطيحة واتو حيواني كوا حيواني شتر قوتي ليدا واتبا شاخي حيواني شتر مردية هي التي نطحتها أخرى فماتت فهي حرام أو حيواني كوا حيواني شتر بشاخ بقوتي ليدا وكشتيتي عين حرامة وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها كواتا بقوتي ليدايا يتر أجر بالضبط يعني لو زيجاي دا كوالا ملي دا كزيجاي سربريني شولوين دا خين يشبه هر حرام أخوارنا كي كوات ما دام حيوان يشتر بقوتي ليدايا بقوتي كشتيتي بشاخي كشتيتي أو أجر لزيجاي سربريني أو حيوان شدايا وخينش لينا أو هر حرامة. وإن أرسل إنسان الناطح بذكر اسم الله أجر وكر أو كردنيش كوادين أحكام كان راو إن شاء الله آتكاني دواتري باز دكاتن أجر كسك ديوتن حيوان يقراو بكاتن أو حيوانة عيني بابرين بقوز لوي تريدايا بسم الله شلي كرد لكاتي روان كردنا أو حيوان هر عين زائزني لأنه لما لم يكن بطريق الصيد المشروع ولم تخلو من خباثة كواتا هر حيوانيك بقوتي حيوانيشي ترمردبيتن عيني أوشيان يقلو حيوانانيك وأخواي قورة حرامي كردية. والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم واتا أو حيوانش كوا درنديك بشيتشي خواردية أوشيان حرامة إلا ما قرك جيشت نسري هشتا جياني تدا ما أبو سرطان بري أوشيان حرامة أجر حيوانك درنديك بەشێکی لێ خواردبی بەشەکەی تریان عینی
لێتان حرامە مەگەر هێشتا نەمردبی سەری ببڕن. ئەوجا لێرەوە ما ئەکەلە السەبع ئەی ما عەدا عەلەیها فەئەکەلە بەعضەها، کەواتە کاتێکەوە حەیوانێک درندە، مەڕێک، بزنێک، ڕەشەوڵاخێک یاخود هەر حەیوانێک کە حەلالە لێتان، بەڵام حەیوانێکی درندە بەشێکی لێ خواردیە، ئەوە طبعا لە نەتیجەدا کە مردیە خی گەورە دەفەرمی حرامە. قەتادە دەڵێ ئەهلی جاهلیەت ئیذا جرح السبع شيئا فقتله وأكل منه أكلوا ما بقي منه فحرمه الله تعالى. قەتادە دەڵێ ئەهلی جاهلیەت کاتێکەوە ئەگەر حیوانێک درندە بەشێکی لە حیوانێکی کەوا بەخۆی لە خودی خۆی ئەو حیوان حەلال ئیتر ئەو درندێ بەشێکی لەو حیوانە خواردی بوو پێی مردار بوو بیتەوە کوشتبی دەچوون ئەو حیوان مردار بوویان دەخوار خی گەورە حرامی کرد. مهايمي دله وإن أشبه الصيد لكنه لما أكله قصد بذلك لنفسه فصارت خباثته فيها. كواتا أجرتي بابلين نبوه صيد راو كردين حيوان عادة إنسان حيوانك بكاردين كدين لا أحكام كاني الصيد باسي دكين بلام أو ديايا أو درندي لبو خوي خوارديتي هرتي أو حيوانيك لبو صيد بكاردين لبو خاونكي ديجريتن حكمكي جدايا. ديار السبع وكو تمان المفترس من الحيوان أو حيوان كودرندية، وكو شير، وكو قرق، وكو بلنك ياخذ هالحيوان يشتري درنده كوا مما له ناب. هاي الحيوان كوا أو كلبتي جيها بلدان كاني كوا مشهور البوي كوا حيوان كبيرا وكاتن أو حرام بيخوي ويعدو على الناس والدواب فيفترسها. كواتا وما أكل السبع أو حيوان درندية هر حيوانك بقري بشش لي بخوا أو باقي حيوانك كوامردار بتو حرامة يتر أو وصفي حيوان درنده دكات موجود ماكو شير وبلنجو بابرين جورجو أو بابتانا كوا كالبيان هي أو نابيان هي كوا برددنا خلشي وبرددنا حيواناتك وسمي ذلك لتمام قوته لو بيقوتري السبع طليل بدأوا بلقي لسر قوتكي لأن السبع من الأعداد التامة كواتا لو بيقوتري السبع لبرو جمارة حفل جماريش تيرو تواوا وكانما أو حيوانات زور بهزة وكو جمارة حفل كواح جماريش تواوا. وفي الآية محذوف تقديره وما أكل السبع بعضه. كواتا الآية كذا اشتيشي محذوف تدا تقدير أويا كواتا وما أكل السبع بعضه كواتا أو حيوان درندي كوا بشق لحيوانيشي حلالي ليتان خواردية كمردار بتو حيوانك حرامة لأن ما أكله فقد فقد. كواتا خواهي يقول خو باس لوناك درنديك حيوانك بكامل دخوا طبعا باسي تظهر تشتاق نما كحكمها بيتا فلا حكم له إنما الحكم للباقي من بلام ليدا باس له أو شتيدكا كوا باقية لي. كواتا حيوانيش درنده بشق لمرق لبزنق لحيوانيش حلال دخوا كمردادة حيوانك أويد كليتان حرامة إلا ما ذكيتم أي ما أدركتم ذكاته من هذه المذكورات المنخنقة فما بعدها. كواتا إلا ما ذكيتم همو أو حيواناني كوا بيشتري خواهي يقولوا فرموي كوا ليتان حرامة وكو منخنقة أو كوا خنكاية موقوذة أو كوا بضربه ليدرا متردي أو كوا بربوتو نطيحة أو كوا بقوز ليدرا وهروا أو كوا درند خوارديتي لو أنا إلا ما ذكيتم أو كبيرا جيشتن مردان ببوا سرتان بري لو حالتي حلالة بحيث ينسب موتها إلى الذبح دون غيره. لو حالته ما دام هشتا مردان نبويتوا بهيك لو حالتان كوا باسكرا لبيشوا أو كبسربرين جيشتن أو حلال دبيتان. روى ابن جرير عن علي قال إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. كواتا إمام علي دفرمي خوالي رازبي أجر جيشت حيوانك كوا موقوذة بقوة ليدرا يان متردية بربويتوا يان نطيحة كوا بقوس ليدرا بلام هشتا نمردية دستي يان لاقي دزولي أو السري ببرو بيخو. وهذا مذهب جمهور الفقهاء أوش مذهبي زوريني شرع ناس كان وكو ابن كثير دلي رحمة خوالي بي. والتذكية الذبح كواتا إلا ما ذكيتم أو كوا بيراجيشت كوا سري ببرن يعني وهو قطع الحلقوم والمريء واتا كسري دبرن
واتە حلقوم و مەری واتە بۆڕی هەوا و هەروە بۆڕی خواردن گەروی هەردووشی بەبەر بکەی ببڕێ ئەوە پێ دەکرێت مذەکا ئەو حیوانە سەر بڕایە شەرعەن بمەنهەرین للدەم بە شتێک بیکەوە سەر ببڕێتن خینی لێبینی من سکین وسيف وزجاج وحجر وقصب ئیتر ئەوجا چەقۆبی شیربی شوشەیەکبی بەردێکی تیژبی یاخود قەسەبێک و دارێکی تیژبی له حد يقطع كما السلاح المحدد ئیتر هەر یەک لەوانە ڕوویەکی تیژی هەبیتن سەر ببڕی ئەوە اعتیادیە ئەو حیوانی پێ سەر ببڕێ ما لم يكن سنا أو ضفرا بەڵام دووشت هەیە پێ فەرموویتی نابی بوانە سەر بڕێ یەکەمیان سن واتە دیدانی حیوانێک بی ئەگەر گەورەش بی ئەو ضفرەن یاخود نینۆکی حیوانێک بیتن نابی پێی سەر ببڕێ. لە حەدیثێکدا کەوا ئیمام بوخاری مسلم ڕواتکەنە ڕافعی کوڕی خەدیج خوای لێ ڕاز دەفەرمی گوتم یا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا دیار لە بۆ غەزبەیەک دەسن ئێمە دەچینە ڕوبەڕووی دوژمنانمان سبەینێ وليست معنا مدا بەڵام چەقۆمان لەلانیە لە بۆی ئەگەر گەیشتنە حیوانێک سەر ببڕین فقال أعجل واتە أعجل ذبحه لئلا تموت خنقا أو أرين کەواتە ئەگەر گەیشتنە حیوانێک دیتان لەسرە مەرگ بوو ئیتر لێدرا بوو بابن کەوتب بۆ خوارێ بە هەر شێوەیەک خەریک بوو بخنچێ زوو سەری ببڕن تاوەکو پێڕابگەن بیخۆن. ما أنهر الدم واتە سەری ببڕن کە مادام خینی لەبەر ڕۆیشت ئەوە دیارە کەوا پێڕاگەیشتینە و مردار نەبوویتەوە وذكر اسم الله فكل ئیتر کە هەر پێگەیشتن هەر حیوانێک لەسرە مەرگ بوو بە هەر سەبەبێک لێدرا بوو کەوتو بە خوارێ وەکو وتمان زوو پەلە بکە سەری ببڕە مادام خینی لەبەر ڕۆیشت و ناوی خوای لەسەر هیندرا ئەوە بیخۆ ليس السن والظفر بەڵام بە ددانی حیوان نەبی و هەروەها بە ڕنۆک و بە نینۆکی حیوانێک نەبی ما لم يكن المنهر سنا أو ظفرا وسأحدثك أما السن فعظم وبيان صوت فرمي لويا بود وينابي سري حيوان ببرة لبر أوانا إيه سكن كواتا هر سيني نوتش حيوان ياخد دداني حيواني قوري طبعا كأجر تيجيش بهريق لوانا نابي حيوان بيسر ببرة لبر أوانا إيه سكن أزوكو زانان دفن وكل عظم لا يحل به الذبح همو إسكيك أجر تيجيش بي نابي حيواني بيسر ببري إمام نووي دري معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم لبروي بيز دبي بخوين أو هيسكي كوا حيوان بيسر دبرن وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لأنها تنجس ونهيش كراين لوي كوا بهيسك نابي خو خاوين بكين البرو بيز دبي لكونها زاد إخوانكم من الجن لبروي إسك زادی برایانمانە لە جنە مسلمانەکان کەواتە نابی بە هیچ شێوەیەک پیس بکرێ ئەوجا بە خۆخاوێنکردنەوە یان بە حیوان سەربڕین نابی پیس بکرێ لە بۆی کەوە ئەوە زادی برایانمانە لە جنە ئیماندارەکان. بەڵێ والحاصل والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الذكاة بوجه کەواتە ئەو حەدیثە بەڵگەیە لەسەرەوەی کەوە نينوك وهروها ددان نابي حيوان بيسر ببره وفي دلالة على أن العظم كذلك إيسك بقشتي أوها لأنه لما علل بالسن قال لأنه عظم فكل عظم من العظام يجب أن تكون الذكاة به محرمة غير جائزة كواتهمو إيسكك نابي حيواني بيسر ببره بلى وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأو حيواناني كوا لبو لو زيغانا سردبرين لسا أو بردانك لبو بتو صنمكان سردبردران أو شام بهمان شوا نابي لو زيغاش سرببريك كوا لو يندري لبو بتو صنم سردبردران وما ذبح على نصب زمخشري دلي كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت واتا مشركة كان سندين برديان هبو لدوربري كعبيان دانبو يذبحون عليها لو اندري حيوان كان سردبري ويشرحون اللحم عليها ايتر گۆشتەکان شان لەسەر ئەو بەردەی دادەنە تاوەکو وشک بیتەوە يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها تسمى الأنصاب كواتا أو حيوانيان طبعا لبو بتوصل مكاني ناو كعبي كدان نابول لو اندري لسر أو بردانة حيوانيان لبو بتوصل مكان دبري وسر دبري وهروها لبو كواتا تعظيم بقول زانين درببرن لبو بتوصل مكانيان أو بردانة في هذا قوتلا أنصاب لا قاموس دليتا النصب كل ما نصب وجعل علما نصب أو كوا هرشتك دابن دريو بكرة نشانة
وكل ما نصب فعبد من دون الله تعالى هر شتێکەوە وەکو علامەتێک دابدرێ لە غەیری خوا پەرسترا عین پێگوتێ ئەنصاب والأنصاب حجارة كانت حول الكعبة أيش دريتن أنصاب أو بردانة كلا دوري كعبة دادندران فيهل عليها ويذبح لغير الله تعالى لو اندر حيوان سرد بري لبو غير خوا وناوي غير خواشان سرد هنا قتي بدري النصب صنم أو حجر النصب يان صنم يان بردكيك ولا بوي حيوان سرد بري وكانت الجاهلية تنصبه تذبح عنده يترد لجاهلية أو بردان لنزيشي صنمك دادندرا حيوان لبو أو صنمي لسر أو بردي سرد برا فيحمر بالدم سور دبوا بخوين أو حيوانانك وكو قرباني لبو أو بتو صنماني أسرب ابن كثير دلي فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع كواتا أخوي يقول فمني هر حيوانك لسر أو بردانة سر ببردري ككاتي خوي لبو بتو صنم لو يندر سريان دبردرا نابي لو يندر ما دام لو يسر سر برا دبي نابي بخوري كواتا أخوي يقول إيمان داراني منعكر لو كالا وحرم عليهم أكل هذه الذبائح كواتا أو حيواني كوالي سر أو بردان سر دبري نابي بخوري حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله سبحان الله كواتا أو بتو صنمان لبو لساو بردان حيواني سر دبري لبو بتو صنم لدواي أو أجر بيتو لسر أو بردانة سر ببري أجر ناوي خواشي لسر بهندري لبو بتو صنمي سر نبري خواي قلت في النبي بيخون لما في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله كواتا لبروي لسر بريني أو حيواني لسر أو بردانة أو توشي أو شركة ذي كوا خواي قول حرامي كرديا وقد ورد النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره تعالى والحديث نهي كرالوي كوا طبعا ليرة وما ذبح على النصب أو برداني كوا حيوان لسر دبرا لبو بتصنع مكان بلام نهي صريح شيء لحديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوا نهي ذكا لوي كوا عن الذبح لله لبو خواش نابي سر بر لزيقايك يذبح فيه لغير الله سبحان الله لبو خواش نابي حيوانك سر بر لزيقايش كوا اصلا او زيقاي لبو غير خواتي اذا سر بر اجر اتو لبو غير خواش النبي نابي لو سر بري وكو حديثي صحيح لسلا والله لبرت وابوني كان لير دوستين بپشتواني خواي قوره لواني داهاتو دين وخزمة وآتو زيادة قصير سردكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون